بطبيعة الحال تابعنا هذا البهرجة والصخب، يمكن نقول السينما اللي كانت في بريتوريا في هاد اليومين الأخيرين، واللي كتستدعي يمكن 3 ولا 4 الملاحظات. الملاحظة الأولى، هذه ماشي المرة الأولى اللي جنوب إفريقيا كتمشي في هاد الطريق هذا من 2005، وجنوب إفريقيا كتحاول أنها تاخذ هذه المواقف السلبية والمواقف اللي يعني متشددة. ثانيا، هاد المواقف جنوب إفريقيا كتجي كتعبر على عجز، ما كتعبرش على قوة، لأن جنوب إفريقيا في 2005 لما اعترفت بالكيان الوهمي وتعاملات مع هذه الميليشيا المسلحة، كانت كتظن بأن الملف غيتغير، بأن إفريقيا غتبعها، بأن العالم غادي يتبعها. شنو وقع من 2005؟ من 2005 20 دولة سحبت الاعتراف، منها 10 في إفريقيا. 7 دول في الجوار ديال جنوب إفريقيا ديال الصادق سحبوا الاعتراف. جنوب إفريقيا دخلت المجلس الأمن 3 المرات في 2005، في 2007 وفي 2011 وفي 2019، ما غيرت والو. جنوب إفريقيا كتشوف بأن اليوم نصف ديال القارة الإفريقية 23 دولة حلات قنصلية في الأقاليم الجنوبية، منها عدد كبير من الدول ديال المنطقة ديالها والجوار المباشر ديالها. جنوب إفريقيا كتشوف بأن 90 دولة اليوم كتعبر على موقف إيجابي من مبادرة الحكم الذاتي اللي قدمها المغرب في 2007. ومن هاد 90 دولة 30 كاينة دولة إفريقية اللي غادا في هذا المنحى. جنوب إفريقيا غتشوف بأن في المغرب رجع الاتحاد الإفريقي، المغرب يرأس مجلس الأمن والسلم، والاتحاد الإفريقي غادي في واحد المواقف بناءة في هذا الإشان. إذا فهاد كل هذا البهرجة وهذا الصخب هو كيعبر على عجز عن تأثير في الملف، وأن اليوم ترفع واحد شنو نقولوا طوخشو، واحد الخرقة ولا دير واحد طابي غوش، ما كيغيرش من الملف، وإنما كيعبر على عدم القدرة على التأثير فيه، وبأن إذا كان هذا الشيء اللي بقى فإنه ما كيضيفش للملف شيء. النقطة الثالثة هي أن جنوب إفريقيا اليوم بهذه التطورات اللي ذكرت هي في الجانب الخاطئ من التاريخ، لأن المسار هو مسار نحو إيجاد حل في إطار الأمم المتحدة، هو حل مبني على الشرعية الدولية، هو حل كيفرق ما بين شنو هي دولة وشنو هي ميليشيا، شنو هو عالم وشنو هي خرقة، شنو هو هذه هي اللي كتسنى الناس من دولة لا بغات تكون عندها المصداقية. المغرب غادي يستمر يتعامل مع هذه البهرجة وهذا الصخب بنفس الطريقة، اللي هي أولا يزيد يعزل جنوب إفريقيا في هذه المواقف، بأنها إذا كانت هذه في 2005 كانت يلاه 27 دولة اللي كانت ساحبة الاعتراف، اليوم راهم 37 وغيزيدوا، وتعزل هذا المنطق اللي هو منطق معادي للشرعية الدولية، معادي للحل ومعادي لمجهودات الأمم المتحدة. ولكن المغرب في نفس الوقت غادي يستمر باش يدافع على مصالحه ويستعمل كل الآليات اللي عنده، وحدا لأن هذا التعامل هذا هو كيسيء العلاقات الثنائية، وكيسيء كذلك اللي تبنى، وخاصة لما كنشوفوا بعض في الجوانب الاقتصادية ما يمكنش الشركات جنوب إفريقيا تربح الفلوس في المغرب وتفرج في شنو كدير الحكومة ديالها. كنظن الرسالة جلالة الملك في الخطاب في خطاب 20 غشت كان واضح، هذه النظارة اللي كيشوف بها المغرب العالم، وبالتالي فالمغرب ماشي متفاجئ بما يقع، لأن هذا تعودنا عليه وتعودنا على الأثار السلبي ديال ما عنده أثر،
والطريق غدا، وكل ماده اللي نتجاتو التصرفات جنوب افريقيا في السابق راه غادي تجنيه في المستقبل، اللي هو لا تاثير على الملف وعلى تطوره وعلى المسار اللي واخده واللي خداتو الدول اللي عندها مصداقيه. وكنشوفوا اليوم بلجيكا وكنشكروا على هذا الموقف. شفنا اوروبا تقريبا واحد 10 الدول اللي غير في هاد الثلاث شهور الاخيره اللي عبرت على هذه المواقف. شفنا القاره الافريقيه، شفنا الدول العربيه. هذه هي الدول اللي عندها المصداقيه، ولكن غادي يتعامل معها المغرب كذلك من هذا المنطلق في المستقبل، لان لاجيتاسيون ne nous fait pas peur. Merci.